مساء الخير عليكم، مطبخ أسيل. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد حلو جدا ومتميز وينول اعجابكم. هنعمل النهارده وصفه سهله وبسيطه واكله من اكلات مطبخ امهاتنا بتاع زمان. هنعمل النهارده مع بعض البطاطس محشيه لحمه مفرومه. شايفين انا قورت البطاطس بتاعتي، وادي البشر بتاع البطاطس، القلب يعني بتاع البطاطس من جوه اللي انا قورته. اول حاجه هنعملها مع بعض، انا عسقت اللحمه المفرومه بتاعتي. هقول لكم على الطريقه، انا مرضتش بس اطول عليكم الفيديو المره دي. انا جبت ربع كيلو من اللحمه المفرومه وشوحت البصلايه بتاعتي بقطعه زبده او قطعه سمنه، حسب ما كل واحد يعني يحب يشوح اللحمه بتاعته بايه. وحطيت لها معلقه زعتر، ومعلقه صغيره من بهارات اللحمه، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه ملح. وشوحتهم مع بعض وحطيت لها طماطميه مفرومه. وادي اللحمه المفرومه بتاعتي. اول حاجه بقى هبتدي ان انا اعملها، هجيب البايركس بتاعي وهنزل بالبشر بتاع البطاطس ده. وهبتدي ان انا ابشر عليه جوز الطيب. لازم نتوصى بالقلب بتاع البطاطس دوت علشان بيبقى طعمه جميل جدا. حطيت بقى جوز الطيب معايا هنا اهوت، فلفل حصى احمر على اسود على ابيض. هبتدي برضو ان انا احط منه. وهضيف قطعة صغيرة من القرفة الخشب. تعالي معايا برضو التست. وهحط معلقة صغيرة من الملح، يعني نص معلقة، عشان طبعا انا لسه هحيقها تاني. وهحط رشة من البابريكا. وهبتدي بقى ان انا اقلب الكلام ده مع بعضه. وهحط معلقة من السمنة. اهم حاجة معلقة السمنة ديت علشان البطاطس ما تلزقش في قلب الصينية البايركس من تحت. بس كده الدنيا تمام. هبتدي بقى ان انا احشي البطاطس بتاعتي. اكله يا جماعه، يعني في الاسعار المرتفعه جدا اللي احنا فيها دي، فربع كيلو لحمه مع شويه رز بشعريه هتعملي احلى غدوه، صدقيني. وتظبطوا بقى الدنيا كده مع الروزماري، اللحمه المفرومه بتاعتكم مع نطره القرفه والبهارات، بتبقى تحفه. وفي ناس على فكره بتحب ان هي تحمر او تشوح بمعنى اصح البطاطس في زيت قبل ما تعملها، لكن احنا بصراحة عندنا في العيلة يعني متعودين ان احنا بنعملها كده، وطعمها حلو جدا ومتميز. وجربوها يعني، اللي يحب يجربها محمرة يشوح البطاطس الاول في الزيت قبل ما يعملها كده، او يحب ان هو يجربها كده. شايفين البطاطس بتاعتنا شكلها يفتح النفس ازاي؟ ولسه بقى كمان لما تتعمل نحط لها الطماطم. ما تنسوش وانتوا بتتفرجوا على الفيديو بتاعي اللايك والشير وتفعلوا الجرس يوصلكوا كل جديد من فيديوهات مطبخ اسيل.
تعرفوا انا ليه مش بحب ان انا احمرها في الزيت او اشوحها؟ اصل انا هحط لها صوص طماطم وهتخش الفرن وهتاخد الوش الذهبي الفظيع ده، فمش هتبقى محتاجه موضوع. يعني انا بصراحه ما جربتهاش قبل كده ومش عارفه هم ليه الناس بيعملوها كده. انا دلوقتي طبعا لسه عندي لحمه تاني وخلصت البطاطس اللي انا كنت عاملاها. هعمل كمان بطاطسيتين ونحشيهم مع بعض. بصوا انا عملت واحده وادي التانية اهي. انا قلت برضو اوريكم فكرة التقوير عشان لو مفيش حد بيعرف يقورها. بجيب المقوار بتاعي اللي زي ده، مقوار بطاطس هو، وابتدي ان انا اطلع القلب بالشكل ده كده، عشان برضو في ناس بتبقى لسه مبتدئة ما تعرفش تقورها. بنطلع القلب بالشكل دوت. بس لغايه لما بتوصل للدرجه دي تمام. هبتدي بقى ان انا احشيها. طبعا انا بعد ما عورتها غسلتها. وادي التانية. بصوا يا جماعة، هي الكمية دي معايا بربع كيلو اللحمة، ده كيلو ونص بطاطس. هحط بقى الباقي ده في القعر مثلا. ادي كده خلصنا اول خطوة. هبتدي بقى ان انا ايه، اغطيها. اغطي ده القطعة اللي انا قطعتها من فوق يعني. هبتدي ان انا اغطي البطاطس بتاعتي كده بالطربوش بتاعها، ده يعتبر الطربوش بتاعها بالشكل ده. على فكرة البطاطس المحشية باللحمة المفرومة دي حلوة جدا، بس مش متعارف عليها كتير. يعني في ناس كتيرة ما تعرفهاش. يعني انا بكلم حد من صحابي واقول لهم انا النهارده هعمل كذا، يقول لي يعني ايه بطاطس محشية لحمة مفرومة؟ يعني في ناس كتيرة ما تعرفهاش. كده بقى غطيت البطاطس بتاعتي. معايا 4 حبات من الطماطم، 4 ثمرات طماطم. هجيب بقى الكبة بتاعتي وابتدي ان انا اعمل الطماطم دي. ابتدي ان انا افرمها.
ممكن ان انا اشيل منها شوية. عشان تبقى براحتها. معلش حصلت قفلة عندي هنا من شوية. هبتدي بقى ان الطماطم بتاعتي دي برضو هبهرها، هحط لها يعني البهارات، جوز الطيب، بابريكا، طبعا احنا حاطين قبل كده نص معلقه ملح لو نفتكر، معلقه ملح صغيره، فلفل، معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره سكر، وهنحط معلقه بهارات من البطاطس، وهبتدي ان انا اقلب الحاجه دي مع بعضها، وهضيف معاها نص كوبايه ميه، وهبتدي بقى ان انا احط صوص الطماطم ده كله، وهحط نص مكعب من الماجي، ودلوقتي بقى هغطي البايركس بتاعي وندخله الفرن ونشوفه مع بعض عامل ازاي. وادي صينيه البطاطس بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، شايفين الجمال والحلاوه، حاجه مش قادره اقول لكم. ما تنسوش بقى تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو بتاعي، وهسيب لكم المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف. ومع السلامه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.